السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ المحاضرة التانية بتاعتنا. احنا اتعلمنا في اول محاضرة ازاي اقدر انا اعمل تحميل للباي تشارم والبايثون، تمام. وعرفنا ازاي نحمله بسهولة وازاي اخليه يتوافق مع امكانيات الضعيفة للجهاز بتاعي والامكانيات المتقدمة للاجهزة العالية، تمام. يعني اقدر احمله على الاجهزة اللي فيها امكانيات ضعيفة شوية، واقدر احمله على الاجهزة اللي فيها امكانيات عالية. النهارده هنتكلم على حاجه اسمها الداتا تايب، يعني انواع البيانات الخاصه بالبايثون. يعني ايه انواع بيانات؟ كل لغه من لغات البرمجه ليها انواع بيانات خاصه بيها. يعني لغه السي ليها انواع خاصه بيها، فيجوال بيزك ليها انواع خاصه بيها. يعني كل لغه من انواع اللغات البرمجه ليها انواع بيانات. طيب، انا دلوقتي لو انا عايزه اتكلم مع الكمبيوتر واعرفه ان البيانات اللي داخله عنده دي من اول نوع عندي من ضمن انواع البيانات اللي هشرحها الارقام. فدلوقتي الكمبيوتر او لغه البرمجه قالت للكمبيوتر لما حد يجي يتكلم معاك بالارقام تقبل منه الثلاث انواع دول فقط. اول نوع عندي الانت دي يعني انتجر. يعني ايه الانتجر؟ يعني ارقام صحيحه. يعني واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام، يعني ما فيهاش كسور عشرية خالص. النوع التاني عندي الفلوت ده لا، ده بياخد أرقام عشرية، يعني ديسيمال. يعني بيبقى فيها أرقام عشرية زي اللي احنا شايفينه معانا دلوقتي، 35 و75%. يعني 3.7 مثلا، 2.6، الحاجات دي اللي بيبقى فيها أرقام عشرية. الكومبلكس يعني معادلات، ودي هتتشرح بالتفصيل بإذن الله في المحاضرات الجاية. طيب، الانت ده بقى، هو الانت نوع البيان الانت ده. يعني لما اجي اكتب كود لازم لو انا هكتب ارقام صحيحه احدد ان نوع البيان اللي هيدخل عندي عشان الكمبيوتر يفهمه في لغه البايثون لازم احدد ان هو انت. اقول لك طبعا انت مش فاهم حاجه في الكلام بتاعي، هيبقى في محاضره خاصه بالنمبر بالشرح بتاعها. بس لازم تعرف ان الانت ما بيقبلش غير ارقام صحيحه فقط، انما الفلوت لا، الفلوت غير الانت. الفلوت بيقبل ارقام صحيحه وارقام عشريه، يعني بيقبل النوعين، تمام. انما الكومبلكس ملهوش اي علاقه بالانت والفلوت. خلاص كده، يا رب تكونوا فهمتوا الجزئيه دي. بس ان الانت يعني ارقام صحيحه، والفلوت يعني ارقام عشريه، والكومبلكس يعني معادلات معقده شويه. تاني نوع عندي البولين بياخد تو فاليو قيمتين، يا اما ترو يا اما فولس. زي ايه؟ البولين دي حاجه لوجيكال، حاجه منطقيه ملهاش تالت، زي الجندر كده. هو انا ينفع ما يبقى نوع تالت؟ يعني مثلا لو انا جيت وقلت لك انت ميل تقول لي لو انت مش ميل يعني مش راجل، يعني الذكر، النوع بتاعك ذكر، فانت هتقول لي لا. فالطبيعي ان انت هيجي دايركت في دماغك ان انت انثى، ان اللي بتتكلم معاك دي انثى. فدلوقتي اللي انا بقول لك ان البولن بيبقى قيمته يا اما ترو يا اما فولس، يعني حاجه منطقيه ملهاش تالت. واحنا على طول معظم تفكيرنا بيجي معانا على الجندر او على النوع، بيبقى ذكر وانثى فقط. النوع التالت بتاعنا الست، وهيجي بالتفصيل، بس اهم حاجة تعرف ان الست الساين بتاعته او العلامة بتاعته اسمها كيرلي بليس. الديكشنري اللي جاية اللي بعد كده الديكشنري، في ناس بتقول عليها الساين بتاعتها دي اسمها برضو كيرلي بليس. يعني انت كده بتقولي ان الساين او العلامة بتاعت الست والديكت نفس العلامة مع بعض زي بعض، بس دي ليها استخدام ودي استخدام. يعني الديكشنري انا بستخدمها لما باجي انشئ قواميس زي جوجل ترانسليت والحاجات دي، انما الست ليها استخدامات تانية خالص وهتيجي في الشرح. السيكونس بقى بتيجي اكتر بتتعامل مع الجمل. يعني ايه؟ يعني مع حاجات كده فيها جمل، زي مثلا عندي حاجه اسمها السترنج ده بيتعامل مع الليترز يعني الحروف. فعلشان كده عندي اول نوع في السيكونس بتاعتي السترنج، وتبقى الساين بتاعته الكود اللي هي العلامه دي التنصيص دي. طيب، اللي بعد كده الليست دي يعني قوائم، وبتبقى الساين بتاعتها او العلامه بتاعتها اسمها سكوير براكتس. والليست دي ممكن تحتوي على string ونمبر. خلي بالك، يعني انا لما اجي اكلمك كده اقول لك الليست بيحتوي على ايه، فانت تقول لي string ونمبر لما تيجي الحلقه بتاعتها عشان هي تيجي قدام شويه. تشوبل بقى بتبقى الساين بتاعتها براكت دي بتبقى برضو تشيبلز ممكن تحتوي على string ونمبر، بس ليها استخدام خاص
ان هي ما حدش بيقدر يعدل فيها، وهنيجي في الشرح. يعني كده حاجه للتشويق. لما اجي انا قلت لك عليه ان انا هشوقك شويه يعني ايه تيوبل. عارفين لما بنصمم العاب، اللعبه بتاعتنا دي بيبقى اوقات في العاب بتعتمد على الجي بي اس، يعني لعبه بتعتمد على المكان اللي انت فيه، مثلا انت تلاقي حاجه موجوده فين. ان انت في لعبه، كان لعبه اسمها البوكيمون، مش عارفه موجوده حد استعملها ولا لا من الناس اللي بتسمعني. اللعبة دي مثلا بيقول لك ان الحاجة دي او الجيفت دي موجودة عندك في الشقة في المكان الفلاني. طب هو بيعرف منين المكان ده عندك في الشقة؟ اكيد بيعتمد على الجي بي اس. فاحنا بنضيف عليها حاجة اسمها التيوبل. تمام، يبقى انا كده عرفت الداتا تايب بتاعت البايثون. تمام، هشرح بقى، هدخل بالتفصيل، هنتكلم على السترينج. عن السترينج، فالسترينج دي يعني ايه؟ يعني سلاسل. السلاسل دي بتبقى عبارة عن حروف. السلاسل بتبقى عبارة عن حروف. وزي ما اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت ان احنا بإذن الله تعالى كل ما حاجة انا هشرحها هنيجي رايت كليك كده ونختار نيو. من النيو هنختار بايثون فايل. البايثون فايل بتاعي هكتب اسم الملف باسم عنوان الصفحة، عنوان المشروع بتاعي. يعني أنا النهاردة هتكلم عن string، هسمي البروجكت بتاعي string. هشرح فيك كل الميثود بتاعت السترنج علشان تبقى عارف تتعامل معايا بطريقة واضحة وسلسة. طب يلا مع بعض نتكلم على السترنج. السترنج بتاعي أول حاجة، أول كود خالص هكتبه في البايثون بنقول print، وبعدين براكتس. الكود ده الطبيعي اللي هو زي كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ده الكود اللي هيستمر معاك طول العمر. يعني البايثون يعني برنت، يعني لما يبقى في اي اكواد للبايثون يعني معانا برنت. طيب انا المحاضره بتاعتي عن السترنج، يعني انا هحط حروف، واحنا قلنا ان السترنج بيتحط بين دبل كود. طب معلش، انت دلوقتي لما جيتي اتكلمتي معايا على السترنج قلتي لي ان قلت برنت براكت. هي البراكت دي بتتعمل ازاي؟ البراكت دي يعني ايدي على الشيفت كده يا شباب، والايد التانية على رقم 9، يعني شيفت وتسعة، خلاص كده. وبعدين هدخل بقى اكتب دبل كود، هتبقى شيفت وطه. ليه بقى بتعمليهم؟ علشان المحاضرة بتاعتي سترينج. تمام، يعني انا دلوقتي عشان اكتب سترينج لازم اكتب المنظر ده. فانا هقول اول كلمة معايا، هقول مثلا ويلكم. حلو الكلام، اديني ويلكم. لما اجي بقى انا خلاص كتبت، نتيجة المشروع بتاعتي بتبان فين؟ باجي اعمل هنا رن، يا اما اعمل كده رايت كليك واختار رن، يا اما اعمل شيفت واف 10 هيديني برضو الرن. يعني التلاتة كده بيدوني زي نفس اللي انا قلت لك عليه. يبقى شيفت واف 10، او كليك يمين في اي مكان فاضي ونختار رن، يا اما اعمل شيفت واف 10. طيب محدش قال لي كده ايه الجزء اللي ظهر تحت ده؟ الجزء اللي ظهر تحت ده اسمه كونسل. اسمه ايه؟ كونسل، اللي بيبقى ناتج عملية المشروع، يعني ناتج عملية كتابة بتظهر لي هنا في الحتة دي اللي اسمها الكونسل. يبقى انا دلوقتي عشان اكتب جملة نصية لازم اعمل برنت وادي هنا تحت. طيب محدش قال لي لو انا حبيت اعمل جمله نصيه كمان، طب هو انا ينفع اخلي الجمله كبيره شويه؟ اه مفتوحه معاك. بص انا بكتب قد ايه. طبعا انا بكتب اي كلام في اي كلام علشان ايه؟ آه بسرعه، يعني عشان انجازا للوقت شويه. لو انت بصيت ده انت ممكن تكتب براحتك خالص، مفيش اي مشكله. بس علشان لو انا حبيت اقول لك على حاجه، هو انا ينفع اكتب مثلا اكرر كود البراند كده؟ شايف كود البراند ده؟ اجي اكتبه كمان مره جنبه كده هنا؟ يعني هل ينفع كده؟ صح؟ كده غلط برمجيا. امال تعالى بص نعمل ران برضو علشان تشوفها برضو. قال لك غلط، syntax error يعني خطأ في السبيلنج. اتعود تقرا معايا الاخطاء، هنقرا مع بعض خطأ بخطأ في كل فيديو، ما تقلقش. هنا ده syntax error في لاين 1، بيقول لك لاين 1 اول خط عندك خطأ. الخطأ بتاعك ايه؟ ان انت حطيت كود برنت وجنبه كود برنت. طب ده غلط في ايه؟ المفروض تفصل بين ده وده بحاجه اسمها السيمي كولن. حاجه اسمها ايه؟ السيمي كولن. السيمي كولن ده حرف الكاف عندك في الكيبورد. طب تعالى كده نعمل ران تاني، هتلاقي الكلمه ايه؟ جات لك على سطرين، صح ولا لا؟ طيب سؤال تاني، ايوه انا سمعتك، انا سمعتك لما جيت وقلت انا مش عايزاها كده. طب هو انا ما ينفعش ان انا انزل كده تحت وادي الكود بتاعي كده؟ يعني ما ينفعش، ما ينفعش.
ما ينفعش ان انا اجي اقول كده يعني اخلي ده في سطر وده في سطر. ايوه هيديني نفس النتيجة، فمش هيبقى فارق معايا يعني الاتنين دي، او لو انا كتبتها في نفس السطر هيديني نفس الريزلت، يعني دي هي نفس اللي انا كنت عاملها قبل كده، الاتنين نفس النتيجة. يعني لما احط سيمي كولن بين كود برنت والكود البرنت التاني وافصل بينهم بين السيمي كولن كده هيديني نفس النتيجة لو انا كتبت كل واحدة على سطر. اه تمام. يبقى انا كده عرفت ان انا لما احب اكتب اكتر من كود برنت على نفس السطر لازم افصل بينهم وبين بعض بالسيمي كولن اللي هي حرف الكاف اللي هي الفاصلة المنقوطة. خلاص كده يا رب تكونوا فهمتوا. طيب في عندي حاجة تانية. بصوا هنا، لو انا جيلك برنت واديتك براكتس وقلت لك انا اسمي رشا ابراهيم، بص ابراهيم، حلو الكلام تمام. لو انا عملت ران كده، لو انت بصيت عندك في دي هتلاقي رشا ابراهيم جت جنب بعضها، صح ولا لا؟ تمام. هو انا عندي حاجه ان انا اخلي رشا في سطر وابراهيم في سطر؟ حد فيكم هيقول لي اه هنقول برنت براكتس دبل كوت رشا وانزل تحت اكتب برنت براكتس دبل كوت ابراهيم، فكل واحده هتيجي في سطر. طب عشان انت مبرمج المفروض ما تقعدش تتعب نفسك قوي كده. طب امال اعمل ايه؟ تعمل ايه يا باشا؟ هتيجي هنا عندك حاجه اسمها سلاش ان وعندك حاجه اسمها سلاش تي. السلاش ان ليها وظيفه والسلاش تي وظيفتها ليها وظيفه برضه. عندي السلاش ان دي وظيفتها ان هي هتنزل لي سطر. بص كده عملت لي رشا في سطر وايه وابراهيم في سطر. طب لو انا جيت كده خدت كوبي، طبعا الكوبي كنترول سي، احدد واعمل كنترول سي، هنزل تحت واعمل باست. لو شلت سلاش ان دي وحطيتها سلاش تي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هتديني، شايف المسافة دي، الاربع مسافات دي. يعني انا عندي حاجة اسمها سلاش ان بتعمل لي نزول سطر، وعندي حاجة اسمها سلاش تي بتديني اربع مسافات. يا رب تكون الفكرة وصلت. تمام. طيب عندي بقى خلاص انا شرحت كده البرنت، كود البرنت بتاعي واستخدامات سلاش ان وسلاش تي. يا رب تكونوا فهمتوها. هدخل في حاجة جديدة اسمها الفيرابل، المتغيرات. يعني ايه متغير؟ عارفين انتوا لما نيجي نقول خزن لي في الذاكرة قيمة اكس بتساوي 5، فتيجي بعد كده تقول له هي اكس بكام، فيقول لك عوض عنها ب5. هي دي بالظبط، دي الفيرابل. يعني انا بخزن في الذاكرة عندي حاجة. بص يا شباب انا همسح بقى اهوت، هشرح بقى الفيرابل من اول جديد. يعني ايه؟ يعني انا هقول له اكس ايكوال ايه. اكس ايكوال، اكس ايكوال دي بيفهمها عنده ان انا كده هخزن حاجه في الذاكره. لما اجي اقول له كده دبل كود واقول له رشا، حلو الكلام. انا بقى كده خزنت له في الذاكره ان انا لما اقول له انده عليه اقول له يا اكس فهيعبر عني بقيمه مين؟ رشا. طب تعالى كده نقول له برنت، يلا جايز معايا، براكتس، واقول له اكس. ايوه حد فيكم جه قال لي هو انت ما حطيتيش الاكس ليه بين دبل كوت؟ مش الاكس ده سترينج والسترينج بيتحط بين دبل كوت؟ اه بس الاكس دي هنا بتتعامل معامله الفيرابل، فما بتتحطش بين دبل كوت، مش بتتعامل معامله السترينج. طب امتى احط الحاجه بين دبل كوت وامتى احط الحاجه زي الفيرابل؟ سؤال حلو. السترنج او الفيرابل، القيمه بتاعت السترنج اللي انا احطها بين دبل كوت لو انا عايزه اكتب حاجه زي ما كتبتها تظهر لي في الكونسول. يعني زي ما كتبتها انا عايز اللي انا كاتباه رشا ده هو اللي يظهر لي في الكونسول زي ما انا كاتباه. يعني انت لو بصيت كده شوف ران ظهر ايه؟ رشا. يعني لو انا عايزه رشا دي تظهر لي زي ما هي مكتوبه هنحطها بين علامتين تنصيص. لو انا مش عايزه رشا دي تظهر لي في الكونسول يبقى مش هحطها بين علامتين تنصيص وهعملها فيرابل. يا رب تكون الفكرة وصلت. طيب عندي هنا حاجة اسمها الكونكتينيشن. يعني ايه الكونكتينيشن؟ الكونكتينيشن دي تعالى كده، لو انا شلت الاكس دي، كونكتينيشن بنقول عليها عملية الربط. يعني لو انا جيت كده وقلت لك ماي نيم از، شايفين الكلمة دي؟ دي جملة سترينج. طيب بيقول لك ان الكونكتينيشن بيبقى فيها عملية زائد. طبعا الزائد دي انا عملتها ازاي؟ شيفت وعلامة اليساوي اللي هي الزائد.
لو انت عندك الكيبورد بتاعت البي سي العادية مش لابتوب، فهتلاقي في الجنب الكالكوليتر اللي في الجنب هتلاقي علامة زائد هتضغط عليها عادي. تمام. طيب انا عملت علامة الزائد، هقول له مين اكس، يعني انا كده ربطت جملة نصية اللي هي my name is، وعملت concatenation اللي هي علامة الزائد variable. الفاريبل اللي متخزن عندي في الذاكرة بايه بالظبط زي ما قلت كده برشا. فانا دلوقتي لو انا عملت run للبروجكت بتاعي هيقول لي my name is رشا. طب احنا لسه واخدين حاجة حالا، ان انا ادي 4 مسافات او ادي مسافه اسمها ايه، ايوه اسمها سلاش تي. لو انت لاحظت هنا هتقول ماي نيم از، واز داخله على رشا مفيش مسافه، فانا علشان يدي مسافه هدي سلاش تي. تعالى نعمل ران. بس المسافه هنا كبيره قوي، انا مش عايز المسافه ال4 مسافات بتاعت سلاش تي، انا عايز مسافه واحده. هقول لك محلوله، هقول لك ايه، شايف از، تعالى ادي وراها مسافه اللي هي المسطره العادي اللي عندك وتعمل رن، هتلاقيها اشتغلت معاك العادية. يبقى انت عندك كده لو انت عايز تدي مسافة كبيرة شوية شوية هتدي سلاش تي، لو انت عايز تدي المسافة العادية اللي بين اي حرف اي كلمة والتانية هتيجي بعد از تدي مسافة. يا رب تكون الكونكتينيشن كانت سهلة معاك. تعالى بقى دلوقتي نشرح حاجة تانية. بص يا باشا، لو انا جيت وقلت لك ان انا عندي دلوقتي كلمة رشا دي، انا همسح بقى الكلمة دي خلاص احنا شرحناها، ولو في حاجة عيد الفيديو تاني علشان تفهم. طيب لو انا عندي الفيرابل اكس ده، انا عايزة كلمة رشا دي تبقى كابيتال، اعملها ازاي؟ قالك انت هتجيب الفيرابل اكس وبعدين تقول دوت وبعدين تقول كلمة ابر. شايفين كلمة ابر دي؟ شايف اول ما اخترت كلمه يو، اول ما حطيت كلمه يو هتلاقي ظهر لي في السجست او في الحاجات اللي طالعه عندي دي كلمه اب، هضغط ضغطتين عليها وانزلها معايا بشكل قانوني. طب وبعدين اعمل ران هتلاقي كلمه رشا ايه اللي اتحول، ايه اللي حصل فيها، بقت كلها كابيتال. طيب نفس النظام، يبقى دلوقتي انا عرفت ان الفانكشن بتاعت ابر بتخلي لي الحروف بتعمل ترانسفير بتوين ذا سمول للكابيتال، يعني بتعمل لي تحويل للكلمة من السمول للكابيتال. طيب لو انا قلت واي ايكوال، يلا معايا، وقلت لك مثلا احمد، ايوه احمد دي حروف كابيتال، هل عندي ميثود اقدر اكتبها او طريقه اقدر اكتبها برمجيه؟ شوف انا كتبت ايه، بص معايا كده. اه، هو انا كاتبه كده كود البراند صح؟ لا، غلط. ليه؟ لان البراند بيتكتب سمول. يبقى انت كده، انا متعمده ان انا اكتبها كده عشان اقول لك ان البراند لازم يبقى سمول. خلي بالك لغه البايثون لغه حساسه من حيث الاحرف. يعني ايه لغه حساسه من حيث الاحرف؟ يعني الكود بتاعي لو هو سمول لازم اكتبه سمول، لو انا كتبته كاتب كابيتال زي المره اللي فاتت، بص كده لما انا كنت كاتباه، بص كده شوف الايرور اللي تحت ده. طب تعالى كده نعمل ران، هتلاقي الايرور جميل جدا واصل لك تحت، قال لك سطر 4. شوف نيم ايرور، بيقول لك انت عندك خطأ في النيم ايرور. انا مش فاهم انت عايز ايه بالبرنت دي. is not identified يعني مش معروفة، مش مجهولة بالنسبة لي، تقصد بيها ايه؟ يبقى البرنت بتاعتي بتبقى small. طيب بص البرنت بتاعتي، شايف البرنت اللي انا كتبتها؟ طيب هقول له واي، شايف واي اللي انا هكتبها اهي، دوت لور. ايه بقى الفرق بين الابر واللور؟ لو ركزت معايا كده ان الابر اللي فوق دي بتخلي لي الفيرابل بتاعي بيتحول لايه، ايوه لكابيتال. طب اللور بتخلي لي الحروف لايه؟ طب تعالي كده عرفيني كده انت هتعمليها لي ازاي بالظبط، بتحولي لي الحروف لايه، لسمول. طيب سمعت حد بيقول لي هو انا لازم اخزن في الفيرابل عندي علشان يحول لي الكلمه من كابيتال لسمول؟ يعني هو انا لازم اعمل فيرابل واخزن الفيرابل بسترينج وبعدين اديها في كود البرنت واقول له الميثود بتاعتي؟ طب تعالى كده نجربها. يعني لو انت، انا فاهماك، بس انا بقول لك السؤال اللي ممكن يجي في دماغك. لو انت كده مثلا دلوقتي قلتي رشا، حلو الكلام، ثواني رشا، رشا، تمام، وقلتي دوت وقلتي ابر اهي، ابر، بص شايفه ابر دي، هل هي هتبقى نفس الاستخدام بتاعتها اللي فوق؟ يبقى انا كده فهمت ان انا ممكن اكتب السترنج بتاعي مباشر في كود البرنت واحط جنبه الفانكشن بتاعتي.
على طول، وهيبقى نفس الاستخدام بتاع الفيرب. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. وهنتكلم كمان شوية على الاز ابر والاز لور. انت دلوقتي قلتي خلاص الابر واللور ان هو بيعمل حروف كابيتال، واللور بيخلي الحروف سمول. وقلت لنا ان احنا ممكن نقدر نعمل كود البرنت بتاعي بيبقى فيه جملة السترنج على طول. لو هي كابيتال مثلا زي احمد او علي اهوت، اخليها تتحول على طول سمول، ان انا احط الميثود بتاعت اللور على طول دايركت مع السترنج كده زي ما انت شايف قدامي، واعمل رن فتحولت معايا سمول. طيب عرفنا اللور والاب. طب سؤال، هو انا ينفع العب مع بايثون لعبة؟ تعالى نلعب مع بايثون لعبة. ايه اللعبة اللي انت هتلعبها مع بايثون؟ هتقول له دلوقتي بص انا همسح دي بقى خلاص، خلاص كده. هو انا هلعب معاه في الفيرابل، هقول له كده، هقول له برنت، بص كده بلاش خليني في نفس السطر بتاعه. هقول له ايه؟ هقول له برنت اكس ابر، وبعدين اقول له دوت، واقول له is، استنى كده، is upper. يعني ايه بقى؟ ايه اللي انتي بتقوليه دوت؟ يعني انا بقول له حول لي اكس لقيمة كابيتال في الذاكرة عندك، وبعدين هسألك هل هي اتحولت، هل هي upper يعني هل هي حروف كابيتال؟ فهيرد عليا يقول لي ايه؟ اه true. شايفين كلمة true ديت؟ استنى اشيلك دي كده علشان ايه ما تتلخبطش اهيت. شايفين ترو ديت؟ ترو ديت ان انا احولها لي في الذاكره لحروف كابيتال، وبعد ما احولها لي للحروف الكابيتال سالته بقى هل هي حروف كابيتال، فرد عليا قال لي ايه؟ اه. طب تعالى كده نيجي هنا كمان نساله في الاوبشن اللي تحت في الواي. هقول له دلوقتي حولها لي لسمول، واساله is lower، فهيرد عليا يقول لي ايه؟ يا اما اه يا اما لا. هيقول لي true. طب تعالى كده نسأله بدل is lower هنقول له is upper. تعالى نضحك عليه اهي is upper. تعالى اهي. هيقول لي المفروض، هيقول لي ايه؟ لا المفروض هيقول لي false. ليه؟ قبل ما اعمل الران اهو، لان الواي اصلا كابيتال، وانتي قلتي له ان الكود الاولاني يحولها لك سمول، وبعد ما حولها لك سمول في الذاكره انت عايزه تقولي له هل هي كابيتال، فهيقول لك لا طبعا، فقالها لك فولس. تمام؟ يا رب تكون فهمناه. هنشرح اخر حاجه عندي المحاضره ديت علشان اكون بالنسبه ليكوا كده في السترنج الى حد ما شرحته، هيبقى باقي لي جزء صغنن خالص اللي هو ايه. احنا هنتكلم النهارده على حاجه اسمها الكابيتالايز والتايتل. يعني ايه كابيتالايز يعني ايه تايتل؟ في كتير منكم لما كنت معاكم في المحاضره كان بيتلخبط بين الكابيتالايز والتايتل. طب تعالى كده، تعالى كده احنا نحذف خالص الحاجه دي ونيجي نقول برنت واقول براكتس. استنى بلاش كده، تعالى نقول اكس بتساوي، واقول لك احمد علي. هل انا كاتب كده صح؟ لا طبعا، امال المفروض انت بتكتبي سترينج فتحطي دبل كود. حلو الكلام. هاجي اقول لك برنت وادي براكتس واقول لك اكس دوت كابيتالايز. ايه بقى الكابيتالايز دي؟ ايه الميثود بتاعت الكابيتالايز ديت؟ الميثود بتاعت الكابيتالايز ديت هتخلي لي اول حرف بس هي الكابيتال والباقي كله سمول. يعني ايه؟ يعني هتخلي لي اول حرف لو حرف الايه بتاع احمد هو الكابيتال بس، وبقيه الكلمه ايه؟ سمول اهي شايفينها قدامنا. طب تعالى كده ناخد ميثود تانية بفيرابل اسمه الواي، ونقول مها احمد مثلا. تمام. هتيجي هنا تقول لي ايه بقى؟ هقول لك برنت وادي براكتس واقول لك واي دوت، واقول لك بقى هنا هناخد حاجه اسمها التايتل. التايتل دي وظيفتها ان هي هتخلي لي اول حرف من كل كلمه كابيتال. يعني ايه؟ يعني اول حرف من كل كلمه انت عندك هتبقى كابيتال. طب تعالي كده اديني رن.
اهو. اهم. قال لك ايه؟ استنى كده. قال لك ان مها الام بتاعت مها كابيتال والاي بتاعت احمد